نظمت جمعية إبصار للمعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة بالصحراء الغربية بمنزل الناشط الحقوقي مولود علوات حفلا تكريميا لفائدة المعاقين بالعيون، وذلك ليلة الثلاثاء 23 يوليو الجاري الموافق ل14 من رمضان عقب صلاة التراويح. نبدأ أود عن نشكر هذا بعض المحسنين في الخارج يقدمون الهدية البسيطة يشوفوها أمامكم، ولو هي بسيطة بالنسبة لجمعية إبصار خير المعاقين بالصحراء الغربية هي كبيرة بالنسبة لنا. هذه تزيد نكون عزيمة وإصرار وعمل وتقدم، ونتمنى الضمائر الحية عبر العالم، والمنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية بالصحراء الغربية أن لا تفوتهم هذه الفرصة في رمضان الكريم، أن يقوموا بواجبهم لتحدي الاحتلال المغربي عن مليون ساو هذه الجمعية. وقد عرف هذا الحفل التكريمي تفاعلا جماهيريا من لدن الحضور، كما عرف الحفل أيضا حضور عدة من الجمعيات واللجان الصحراوية الفاعلة بالصحراء الغربية ومجموعة من النشطاء والفاعلين السياسيين. حقيقة عن هذه الوجوه البريئة الذي حرمها الله من شيء، نتمنى عن جمعية الإبصار عنها تدخل عليهم شوي من الفرح لو كان لا قليل. وقد اختتم الحفل بتقسيم مجموعة من الهدايا على المعاقين الصحراويين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تقدمت جمعية إبصار للمعاقين بمناشدة الضمائر الحية الصحراوية والدولية لدعم ومساندة الجمعية لخدمة المعاق بالصحراء الغربية.